السلام عليكم. زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض الشاور جل في البيت بكل سهولة. وشايفين القوام بتاعه عامل ازاي واللمعة اللي فيه. هناخد كمية بسيطة وهوريكم الرغوة بتاعته حلوة ازاي، وعملناه بطريقة سهلة جدا. زي ما انتم شايفين هنعمل اكتر من 15 رتل بصابونة واحدة، او لو عندك بواقي الصابون هتعمليه بيه باذن الله، هيوفر معاكي كتير جدا. هنعمل مع بعض شاور جل بكل سهوله في البيت. طبعا الفيديو اللي فات اللي قبل ده على طول طبعا عملت لكم الصابون من بواقي الصابون. لو انت ما عندكيش بواقي صابون ممكن تاخدي قطعه صابونه من الموجوده عندك اللي عملتيه قبل كده وتبشريه زي بالخطوات دي بالظبط، امشي عليها. هتبشريه بالشكل ده او تكسريه بالسكينه، وهتروحي جايه حاطاه في قلب حله وحاطه عليه لتر ميه سخنه على كل صابونه. لتر ميه سخنه، او لو انت ما عندكيش صابون عملتيه ببراوي الصابون، خدي كوبايه بشر صابون حطيها في الحله بالشكل ده وحطي عليها لتر ميه، وطي النار وفضلي قلبي حركي فيها لغايه ما يفك معاكي ويبقى بالشكل ده. طبعا لو انت عايزه تغيري لونه هتروحي جايبه لون من عند العطار، هتحطيها على نص كوبايه ميه ورد، وتروحي جايه مقلباها هيديك اللون البينك بتاعك. او لو انت عاوزاه اي لون عند العطار في عنده الوان كتير زي ما انتم شايفين، دي الوان طعام. زي ما انتم شايفين هنقلبها كده لغايه ما توصل للون البينك بتاعنا، وهنحط عليها جريسلين. لو انت عاوزه تحطي جريسلين تمام، عاوزه تحطي زيت عطري براحتك. هنا طبعا رحت عند اي برضو بتاع منظفات موجود، هنجيب منه نص لتر شاور جل زي ما انتم شايفينه كده، هو اللي هو الجل الاستحمام. هنجيبه منه كده نص لتر وتروحي جايه حطاه مقلباه. او لو انت عندك شامبو في البيت برضه هتحطي منه حوالي نص كوبايه، او لو بواكي هتحطي. طبعا هنا بيتقل معايا، كل ما اقلبه بلاقيه اي يتقل، بس اروح جايه مزوداه ميه سخنه. لازم تسوديه ميه سخنه عشان خاطر يفك منك، لان بيتقل خالص. طبعا زي ما انتم شايفين القوام بتاعه عامل ازاي، هو طبعا كده فك بس لسه برضه تقيل، لسه عاوز ميه تاني. بس انا حبيت اوريهولكم بالشكل ده. شايفين عامل ازاي؟ بيرمي كميه ما شاء الله عليه، كميه كتيره جدا زي ما انتم شايفين. واللمعه اللي فيه حلوه وريحته بتبقى تحفه جدا من الزيوت. اي حاجه انت بتحبيها تحطيه فيها. زي ما انتم شايفين القوام بتاعه عامل ازاي، وتقيل طبعا في ايديا. هناخد منه حاجه بسيطه كده وهنشوفه مع بعض برضو. شايفين الرغوه بتاعته عامله ازاي؟ الرغوه بتاعته حلوه جدا. ممكن تعملي بيه ده ايه، ممكن لو انت عندك ازايز اللي هي بخاخه شويه تحطيها على الحوض وتعبيها وتحطيها على الحوض، بتبقى حلوه جدا للاطفال. للصابون بدل ما يمسكوا الصابونه وتتزفلت منهم وكده، ده بيبقى حلو برضو للاطفال يغسلوا بايديهم. او مثلا الاستحمام. حاجات كتير طبعا جدا. زي ما انتم شايفين 15 لتر صابون من بواقي الصابون، او لو عندك قطعه صابونه واحده ممكن تطلعي منها الكميه دي كلها زي ما انتم شايفين. لو هو تقل معاكي في قلب الازازه وانت شايلاه، حطي له ميه سخنه هيروح جاي راجع تاني سايل وخفيف معاكي. طبعا الكميه دي كل ما بتقعد بتتقل اكتر، فكل ما تلاقيه تقيل معاكي تروح جايه مزوداه ميه، هتلاقي القوام بتاعه مظبوط معاكي. ويا رب الفيديو يكون خفيف عليكم والطريقه تكون سهله. عملنا شاور جل في البيت بكل سهوله من قطعه صابونه واحده. وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. لايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم.